اوعي ترمي ميه السلق الاولانيه بتاعت الكوارع. اوعي تسمعي كلام اي حد على السوشيال ميديا يقولك اغلي الكوارع مره وبعد كده تدلقي ميتها واعملي شوربه جديده. الميه الاولانيه ما بتتعوضش. تعالي النهارده اما اديكي خبره السنين واخليكي تعملي كوارع دايبه وشوربتها رايقه. شايفه الدهون والبهاريز دي؟ هي دي الفايده كلها. ريحه البخار اللي طالع من الشوربه ريحته كوارع. هخليكي النهارده تعملي شويه كوارع تتحدي بيهم الجيران والحبايب والمنطقه كلها كمان. اللي هياكل من ايدك الكوارع مش هيركب الاسانسير، هيطلع على السلم جري. كولاجين طبيعي. نسمي مع بعض بسم الله ونحط الكوارع ديت في محلول نقع وتدعك كويس جدا. المحلول عباره عن خل وليمون ودقيق وقرنفل وحبهان وورق لوري، وتدعكيها كويس جدا لحد ما تبقى معاكي قشطه وشاربه قشطه. ومش بس كده، هنعمل بيها احلى فته مصري هتاكلي صوابعك وراها. الكوارع طالعه دايبه ومش محتاجه اسنان اصلا عشان خاطر تتاكل. وب على المعده دايركت على طول يا باشا. وهعمل لك كمان تحبيشه وطشه حلوه قوي نشوح فيها الكوارع ونعمل لها صوص زبادي غرام. اول خطوه معانا وهي سلق الكوارع. بحط ميه بتغلي كويس جدا فيها جزر وبصل وطماطم، وبحط مستكه وورق لوري وقرنفل وحبهان. بحط كمان معلقه سكر عشان عمليه التسويه تكون اسرع، وبحط معلقه جنزبيل ومعلقه قرفه بودر ومعلقه فلفل اسود. الكوارع اتغسلت معايا مره واتنين، دايركت على طول بنزل بيها على الميه السخنه عشان بعد ما تستوي معاكي تاكلي احلى كوارع دايبه ورايقه وجميله وما فيهاش اي مشاكل خالص ولا ريحه زفاره ولا اي حاجه. ولو طلعت معاكي اي ريم وهي بتغلي على النار بمصفى صغيره بنبتدي نشيله، ولكن بنحتفظ بالشوربه الاولانيه بتاعت الكوارع. بنصفي الكوارع وبنحتفظ بالشوربه بتاعتها لان ليها استخدامات كتير قوي معانا في المطبخ. تعالوا بقى نعمل شويه رز مفلفل ابيض زي ما قال الكتاب للفته بتاعتنا. بحط معلقتين من الزيت ومعلقتين من السمنه البلدي، ورق لوري ومستكه وحبهان، وبحط بصلايه متقشره، وانزل بالرز المصري المغسول ومتصفي كويس، واقلب الكلام ده كله تقليبه كويسه. وهننزل كمان بمكعب مرقه ومعلقتين من الملح، وهنقلب كويس قوي لحد ما نتاكد ان الرز سخن معانا كويس جدا. ننزل على طول بالميه السخنه، واوعي تغطي حله الرز غير لما يغلي معاكي بالشكل ده عشان خاطر في الاخر تطلع معاكي نتيجه ولا اروع من كده. وهنبتدي نخلي الكوارع من العظم زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهفضي كمان النخاع اللي جوه المواسير هنستخدمه في الطشه اللي احنا هنعملها. وبعد ما بنخلص كل الكميه اللي احنا عملناها بالشكل اللي انتم شايفينه دوت، بنزل بشويه زيت ومعلقه توم كبيره وانزل بالنخاع. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، حاجه بتخطف العقل يا جماعه. ومعلقه كزبره ناشفه، وبنقلب ونقسم الكميه بتاعت التوم بالنخاع ديت اللي احنا عملناها. وبعد كده بنزل بعصير طماطم طازه ومعلقتين من الصلصه البوريه. هنزل كمان بمعلقه فلفل اسود ومعلقه ملح ومعلقه سكر، وبنزل باخر حاجه شويه خل عشان خاطر نكمل الموسوعه بتاعت صوص الفته اللي مش هتلاقي زيه في المجره كلها. تعالي كمان اما اعمل لك شويه عيش بالثوم والكزبره هتاكليهم قبل الكوارع وقبل الرز كمان. بحط ثوم وكزبره مع معلقتين سمنه بلدي واشوح فيهم العيش لغايه ما نوصل للدرجه دي. وهناخد الطشه اللي احنا عملناها بالثوم والنخاع نقلب فيها الكوارع المخليه عشان بعد كده ناكل احلى كوارع في الدنيا كلها. هنزل كمان بشويه صوص طماطم من بتاع الفته اللي احنا عملناه من شويه. تعالوا اما نعمل صلصه الزبادي او فته الزبادي بالكوارع اللي مش هتبطلي بعد كده تعمليها. كزبره خضراء بفرمها كويس بالسكينه، وبجيب الزبادي بحط عليه معلقتين من النشا وفصين من الثوم وشويه ملح، برفعهم على النار لغايه ما يوصل للقوام دوت. يلا بينا نخش مع بعض على تقفيل الفته العظيمه اللي احنا هنعملها. بجيب فورمه تكون بالشكل ده عشان اعرف اقلبها وفي الاخر تديني شكل كويس. بحط في الارضيه بتاعت الفورمه رز. انا عندي هنا الفورمه بتاعت الكيك دي او اي فورمه عندك مش هتفرق معاكي. هاتيلي العيش اللي احنا حمرناه من شويه مع السمنه والثوم، انزلي عليه بمعلقه صلصه من بتاعه الفته، قلبيه كويس قوي وانزلي فوق الرز دايركت على طول. انا عايز اقول لك على حاجه، العيش ده يتاكل قبل الرز وقبل الكوارع كمان، طعمه روعه الروعه. بنوزع العيش كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وبعد كده بننزل بطبقه رز تاني ونكبسها كويس قوي عشان في الاخر تديني الشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي. وشوفي لي جمال الفته بتاعتنا بالكوارع والدلع. بزين كده بشويه كزبره خضراء وبنزل بالكوارع بتاعتنا المتشوحه مع الثوم والصلصه، وبحط شويه صوص طماطم وانزل كمان بشويه عيش كريسبي. حاجه لا تقاوم بجد يعني. هي دي المدلعه يعني. بصوا المنظر، انا مش قادر بصراحه وانا شغال يعني. كلت طبق فته لوحدي. الف انا وشفا عليكم. ريحه الفته وطشه الثوم اللي احنا عاملينها مع النخاع روعه الروعه، لازم تجربوها. الصوره بتتكلم عن نفسها. ونفس السيناريو بالظبط، بحط الرز الابيض مع العيش الكريسبي وبنزل بعد كده بالكوارع وصلصه الزبادي اللي احنا ركبناها مع بعض. وصدقيني مش هتعملي كوارع بعد كده غير لما تعملي طشه الزبادي مع الكزبره والثوم، بجد بتخطف القلب. ولو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وبفكركم لو انتوا اول مره تشوفوني تعملوا لايك للصفحه بتاعتنا عشان يوصل لكم دايما الجديد. اسيبكم في حفظ الله واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده. سلام عليكم.